دكتور، أنا بحس إن أهلي بيخافوا من طموحي. هو ده طبيعي؟ هم مش المفروض يشجعوني؟ في أهالي كتير بيخافوا يشوفوا أولادهم مستقلين، وأي قرار بتاخده لوحدك يبقى تمرد، وأي حدود تحطها تبقى قلة أصل، وأي محاولة تبقى نفسك طبعا هتتحارب. المشكلة إن ده دايما بيتغطى باسم أنا بخاف عليك، لكن في الحقيقة الخوف هنا مش عليك بس، الخوف ان انت ما بقتش محتاجهم بنفس الطريقة، وده للأسف لانهم دايما رابطين قيمتهم لانهم متحكمين او مطلوبين، فعندهم دايما خوف من الوحدة او فقدان السيطرة، وعندهم اعتقاد ان الاختلاف عقوق. طب ازاي تحس ان انت مربوط في البوند دي؟ دايما عندك احساس بالذنب لما تقول لا، وتخاف تاخد اي قرار لوحدك لانك شايف نفسك بعينهم وسامع دايما صوتهم. مش هتعرف، الدنيا صعبة والحياة مخيفة، ودايما بتحتاج موافقة الناس على أبسط التفاصيل. طبعا واحدة واحدة بتبقى بيبول بليزر، يعني شعور ان انت مسؤول عن رضا الكل. لو حسيت في اي وقت ان انت علاقتك بأهلك بتدور في الحلقة بتاعت انك بيبول بليزر ليهم، يبقى تشرفنا في يوتوبيا ونساعدك تفهم حدودك والمطلوب منك وقناعتك عن نفسك عشان تعيش حياة حرة أكتر.